تعرف بأنها أغنى امرأة في العالم. هذه المرأة الغامضة التي لا ترتدي إلا أزياء الهوت كوتور وتغطي نفسها بالكامل هي الشيخة موزة، والدة أمير قطر. يعرف عنها حبها للبذخ، فهي تعد أكبر مشتر للهوت كوتور عالمياً. ديور، شانيل وبرادا من أبرز دور الأزياء التي ترتديها، وتنسقها مع أوشحة فاخرة من هيرمس، مما منحها أسلوباً خاصاً بها. غير أن الشيخة موزة لا تكتفي بالإنفاق، بل تجيد الاستثمار أيضاً، فقد اشترت دار فالنتينو مقابل 850 مليون دولار، مما أدى إلى مضاعفة قيمته. وجمعت خلال رحلاتها قطعاً فنية نادرة تقدر بملايين الدولارات، وأسست 4 متاحف عالمية، كما أنها مساهمة رئيسية في مجموعة إل في MH، وتمتلك نادي مانشستر يونايتد. وراء هذا المجد حكاية ملهمة، فقد سجن والدها ونفي وهي طفلة، ثم تزوجت في 18 ابن خصمه السياسي، وساعدت زوجها في اعتلاء الحكم، وأنقذت والدها من المنفى، وضمنت لابنها ولاية العرش. واليوم وهي في 63 من عمرها، تواصل الشيخة موزة تألقها، وتظل إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة على الساحة العالمية.